أيضا لنشيدي المملكتين الأردنية بصوت الفنان المعروف محمد عبد الله الذي ردد عاشا النبيل، وكذلك بصوت الفنان الأردني إسحاق مولود التي رددت مع منتخب بلادها مملكة الأحرار. الآن إلى تشكيلتي المنتخبين، ونبدأ مع الأردن. كابتن، يعني التشكيلة ما في عليها تغيير فقط واحد اللي في وسط الملعب، اللي هم أبو جاموس بجانب نزار وجدان. يبدو انه اعتماده على جاموس على القوة البدنية في وسط الملعب والروح القتالية حتى يستطيع ايقاف ثلاثي القوة الضاربة في منتخب المغرب. والتشكيلة بالنسبة يعني ثابتة جميع المباريات. هذا يدل على علوان شرارة في الهجمات المرتدة. نعم، اعتمد على علوان شرارة ومرضي في الهجمة المرتدة وسرعة الانتقال. هذا عن تشكيلة منتخب المغربي في هذه المباراة. كابتن يوسف شيبو، نفس تشكيلة آخر مباراة محمد. لعب نبيل كحارس مرمى مع الأبرز مدافع المساوي استخدام مفتي وبرقصوت. وسط الملعب حليمات باش زحزور طبعا بركاوي، والمهاجم حسام تقريبا نفس التشكيل نفس الأسلوب نفس خطة اللعب، دائما كما قلت الاعتماد على الأطراف وحاول الاستفادة أكثر. شكرا كابتن يوسف شيبو، شكرا الكابتن حسن عبد الفتاح والصورتي الكرتين الأردنية والسكويز. الآن ننتقل كذلك إلى واحد من أساطير باسم اتصال الشباب الذي يتولد المباراة. مشاهدة ممتعة لكم بإذن الله. أستاذ مساء الخير، تفضل. شكرا للزميل محمد سعد الكواري. أصدقائي المشاهدين، تغير الحفل من افتتاح إلى اختتام، وبقي الإبداع ذاته. في يوم قطر تجمع العرب، الأردن والمغرب، الأفضل بالبطولة على ملعب لوسيل العالمي، يتنازعان قمة الكرة العربية. لحظات وتنطلق القمة بين النشامة وبين المغرب، الوصول في محاولة الشجعان وأبطال الأردن من أجل لقب يكتب في التاريخ ويشهد عليه كاتب التاريخ. تشكيلة النشامة لحراسة المرمى يزيد أبو ليلى، رقم 3 عبد الله نصير، رقم 4 حسام أبو ذهب، رقم 19 روسان، رقم 6 عامر شاموس، 17 عصام، 20 محمد أبو طه، 21 نزار الرشدان، 7 أبو رزيق الشهير بالشرارع، 9 هداف البطولة علي علوان، ورقم 13 كابتن محمود مرضي. تشكيلة الوصول لحراسة المرمى مهدي بن عبيد، رقم 4 سفيان بوفتيني، 18 هو سعدان مروان، 7 بالقصود، 19 المساوي، 3 انس باش، 6 الكابيتان محمد ربيع، حريمات، 10 مين سحسون، رقم 14 اسامه طمنان، و11 وليد ازارو، ورقم 21 ثاني هداف البطولة ب3 اهداف كريم البركاوي لاعب الظفرة الاماراتي. حكم المباراة هو من فتح البطولة وهو من يختتمها السيد نيبرغ الحكم السويدي. المباراة انطلقت في لحظات. طريق البطولة والوصول إلى لوسيل كان عبر محطات وكان عبر انتصارات. الفريقين الاثنين ما خسروش، الفريقين الاثنين أكثر من سجل أهداف، والفريقين الاثنين أقوى دفاعات البطولة. حقيقة نهائي مستحق من جانب الوصول ومن جانب النشامة. الكرة الأولى أردنية. كرة لمنتخب الأردن، محاولة الوصول، الهدف الممكن سلاح وعنوان في نقطة ساحكي عليها بعد المخالفة. تمشي كرة أردنية والحارس سهل مهدي بن عبيد تحت المطر. مباراة نهائي كأس العرب في اليوم الوطني لقطر، يوم استثنائي، يوم مميز. هبة جماهير من كل مكان لتساند النشامة ولتساند منتخب المغرب في مباراة الفرحة الأولى للأردن على الكأس الثانية للأسود. ترجع الكرة لمنتخب الأردن. النقطة اللي حابين نحكي فيها ونذكر بها مهم جدا، الفريقين الاثنين ولا مرة في مشوار البطولة تأخر في النتيجة، بمعنى دائما الأردن من بادر بالتهديف، ودائما المنتخب
شو منتخب الأردن هو الدوري العراقي 6 لاعبين جايين من بطولة العراق. هو حوار مغربي بين جمال السلامي وبين طارق السكتيوي. طارق اللي لعب في كاس العرب في الدوحة يا سبحان الله في 98 وسجل هدف في البطولة على منتخب السودان. هذه الأجواء، هذه هي الجماهير التي هبت من الوضع. أكثر من 3000 مشجع جاءوا في أكثر من 11 رحلة جوية عمان إلى الدوحة من أجل الظفر بالكاس والعودة بالتاج. الكرة منتخب المغرب، الكرة الأولى خطيرة العرضية تصل الراس من عبد الله نصير. بداية ضاغطة من الجانبين، بداية كلها حماس، إثارة في عنوان الفينال، النهائي الحلم، النهائي المرتقب المنتظر. والكرة مغربية لا أردنية نعم. ترجع كرة منتخب المغربي وسام الطمان بعد إصابة تيسوتالي. يمشي الكرة منتخب المغرب، الدفاع مغطي ممتاز والتحولات الهجومية. نقطة قوة الكرة الأردنية الآن. يمشي كرة من القائد محمود مرضي. يرضى عليك ربي يا مرضي. هذه هي دعوات الأردنيين من أجل الفرحة الكبرى. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب. كرة ممتازة. في ملعب السحر هنا يواصل استقبال في مباراة الكبار. للمنتخب المغربي 1-0 بالمقدار. كورة ملعوبة من وسام الطمان، كورة من أكثر من 50 متر يا الله. هدف البطولة، بل هدف هو الأجمل في تاريخ كؤوس العرب منذ البدايات بعودة الألوان الكحلة والبيضاء إلى عهد الألوان في نقل تلفزي حصري ومباشر وروعة في كرة مباشرة. يا سيد أبو ليلى يبالغ منتخب على النبي الطنان. أسامة جول، أسامة من 50-60 متر يباغت يا سيد أبو ليلى في أجمل أهداف البطولة عبر تاريخها. 1 المغرب 0 الأردن. البداية متميزة من الوصول. له الدراية، له التقاليد، له ثقافة النهايات، له الانتصارات في آخر السنوات. هنا تعودوا على المكسب، هنا تألقوا من عام 22. حطيت كورة غيرت كورة من عنوان كورة قارية، كورة إقليمية إلى كورة مونديالية عالمية. التاريخ يشهد برونزية الأولمبياد من السكتيوي، الشان بقيادة السكتيوي، كأس الكاف مع بركان يا سكتيوي، واليوم كأس العرب يا طارق. أنا لا أخفي عليكم عنونت القمة المغربية على مستوى التدريب بين الجمال السلامي وبين طارق السكتيوي على أنها مباراة الانتصار ومباراة المستقبل، لأنه ممكن يكون بعد مرحلة المتميز الرقراقي ممكن اللعبة ستلعب بين سكتيوي وبين جمال في قيادة الأسطول بعد فترة. هدف عالمي، إصابة لياسين، سلامات يا أبو ليلى. 1-0. هكذا هي النهايات بأدق التفاصيل بأقل الجزئيات. 1-0 في كرة مونديالية يقدمونها الأسود. إذن الهدف الأول في المباراة مع إمكانية تغيير اضطراري. إصابة شلل باس ليزيد أبو ليلى. المغرب للمرة الثانية من أجل كاس بعد 2012 في السعودية والفوز على ليبيا بركلات الترجيح، بينما الأردن من أجل الفرحة النشامة والحرص الدائم على مشاركة العرب لمتهم 6 مشاركات في الألعاب العربية و10 مشاركات في كأس العرب. المنتخب الأردني من أكثر المنتخبات العربية مداومة وحرص على الحضور العربي. هكذا هي الأردن من تاريخ ومن زمان. متغير مهم جدا في المباراة، سيدخل الحارس البديل الاحتياطي نور. بداية متعثرة لمنتخب النشامة، أول مرة في البطولة الأردن
الشهير ابو سمع لمنتخب النشامه. اصرار على استكمال الفينال، يقول انا موجود. خسرنا البدايات والعبره بالخواتيم، العبره في التسعين. الاردن لا يستسلم، سيحاولون العوده وبامكانهم العوده. سلامات ليزيد ابو ليلى من افضل حراس البطوله ان لم يكن افضلهم. الاردن مشوار متميز في هذه البطوله، هزموا منتخب الامارات 2-1 ثم تجاوز الكويت 3-1 ثم بدا الفريق الاردني في الكلينشيت 3-0 على الفريق المصري بالاحتياطيين، ثم 1-0 في القمه على العراق، ثم 1-0 في القمه الثانيه امام الاخضر السعودي. واليوم يلتقون المغرب في الخطوه الاخيره قبل رفع الكاس وقبل التاج. تشجيعات كبيره من جماهير الاردن. المباراة ما زالت في البداية واللقاء ما زال بالامتلاك، والطلقة الأولى كانت من طنان، وانتظار القادم في انتظار الرد على هدف أسامة أو دعم هدف أسامة. ترجع الكرة تنطلق المباراة من جديد. الهدف الأول من أسامة طنان. ترجع الكرة لمنتخب الأردن من أول فرصة. الهدف الأول يعطي لون ويعطي طعم وسيؤثر على باقي مجريات القمة، ستكون مفتوحة وهجومية. الأردن سيضغط بحثا عن التعادل، والمنتخب المغربي سيستثمر في سرعاته ومرتداته. ترجع كرة خطيرة عن طريق الشرارة، يحاول شرارة ما يعديش. مباراة الرجال هنا في استاد الوسيل، لمن سيبتسم الحظ، من سيحقق الذهب ومن سيكتفي بالوساطة. الروح الأردنية عنوان البطولة. تلعب الكرة مرة أخرى، الامتلاك في الهجوم والتماس أردني. سبق للأردن أن فازت بالبطولة العربية، ولكن على مستوى الدورات العربية. الدورة الأولى امتلكت 53 في الإسكندرية، والألعاب التي احتضنتها الأردن في عام 99 تحت اسم دولة الحسين الشهيرة، وكان منتخب الأردن بطلها في المباراة الدراماتيكية الهيتشكوكية أمام العراق. 4-0 الأردن، 4-4 للأسود، وركلة الترجيح أعطت الذهب للأردن. قبلها في 97 كان الفوز على سوريا 1-0 بهدف تدرس، وفاز المنتخب الأردني وقتها بلقب الألعاب. لكن كأس العرب هذه المحاولة الأولى للنشامة من أجل ذهبية كأس العرب. ترجع كرة المنتخب المغربي. الإمكانيات الفنية في رأيي هي في صالح الأسود، ولكن على مستوى الروح، على مستوى الانضباط التكتيكي، على المستوى الجماعي، الأردن يتميز ويتموقع للمنافسة. بين عقدة الأردن وبين عقدة شمال وسأفسر. أما عن عقدة الأردن أمام المغرب، لم يسبق في التاريخ أن انتصر منتخب الأردن على الفريق المغربي في 5 مواجهات. في المقابل عقدة السكتيوي أمام جمال في 7 مواجهات لم يخسر السلامي أبدا أمام السكتيوي. ترجع كرة المنتخب المغربي خطيرة، والحارس صدق الكرة قريبة من آثاره. وليد أنصاره على كرة كريم البركاوي. أي بداية للمغرب، أي امتلاك للوصول. هذا عام المغرب، هذه سنة الكرة المغربية. أبطال العالم في الأندر 20 ثم حققوا لقب الشان، الآن يتقدمون في نهائي العرب. نعم، سنة الامتياز بانتظار الكاس التي هي الأهم، الكل ينتظرها في المغرب. كاس العرب على الراس والعين، كاس العالم للشباب. نقلت الكرة المغربية نقلة أخرى نوعية للمونديال، ولكن هم يريدون المام أفريكا. عينهم على الكان، لو خيرتهم لاختاروا الكان. لقب غاب من 50 سنة، من 76. هدف بابا في السيني ناسيونال غينيا في أديس أبابا من أيام الحبشة. تراحل وتساور الكرة المغربية حول التتويج. هنا كرة من حريمات والفرصة للهدف الثاني. أي انطلاقة من الأسود. الأسود تتقدم. 13 دقيقة لعب في الشوط الأول. 1-0 المغرب. المغرب يحاول استثمار الريح التي معاه والهواء الذي يناسبه من أجل الثاني وتأمين البطولة
يصمد في هذه الدقائق الصعبة ثم الوقت يسمح له بالعودة، لكن حذاري على الأردن من هذه الدقائق. يمشي الكورة أبو الزيق محمد شرارة لاعب نادي الرمزة، لعب في ليبيا ولعب في الدرج التونسي. ترجع الكورة خطيرة، الدفاع التغطية موجودة. عبد الله يمشي نصيب مرضي تهرب عليه. البداية وفرض الأسلوب، يفرض الأسلوب الإيقاع. هنا الريتم والتيمبو مغربي. تمشي كرة واحدة اثنين بهدوء. المنتخب المغربي المميز في هذه البطولة ماشي كريشندو، طالع نسق تصاعدي. لما تشوف المغرب في الماتشات الاولى ما تعطيهمش حظ كبير باش يمشيوا. هذا فريق كبر مع البطوله وتطور في البطوله وطلع في البطوله واصبح اكثر من يهدد الجميع من اجل لقب البطوله. كره ملعوبه طويله تمشي السنه للحارس. امطار غزيره كانك في اجواء اوروبيه، كانك في مباراه ابطال اوروبا او في كاس الامم. المطره والامطار هنا مطره الخير في هذا اليوم وفي هذا النهائي المنتظر من الوصول ومن اجل لقب للتاريخ يا الاردن. في عام وصول النشامه للمره الاولى لكاس العالم، الوصافه الاسيويه من عامين، الاتحاد يشتغل. النتيجة ليست وليدة الصدفة، ومن اجتهد فله نصيب حتما من النجاح. الكرة الأردنية منظمة جدا، إمكانيات كبيرة توفرت، جمهور عاشق إلى حد الجنون. لم ينام الأردنيين البارح ولا أردني قد، صدقوني الأردنيين من البارحة وهم ينتظرون هذا المساء. الكرة تمشي والصورة وصلت. الكرة للنشامة في ثالث نهائي في دولة قطر، قد تكون الثالثة ثابتة يا الأردن. الركنية ماذا؟ لا تماس، حتى الكورنر ما يعطيهاش رقم 3 أنس باش. نعم 2011 في نهائي الدورة العربية الأردن انهزمت في النهائي في الدوحة 1-0 من البحرين. ثم من عامين الوصافة الآسيوية 3-1 من منتخب الأرض قطر. اليوم يريدون الثالثة الثابتة، أخيرا يريدون ذهب من الدوحة بعد أن دانت لهم الفذية في مناسبتين. تغيير اضطراري، الهداف كريم البركاوي سيغادر ولباقي يقول كرة غادرت إلى ضربة مرمى للحارس مهدي بن عبيد حارس الوداد. إصابة لكريم بركاوي، 3 أهداف البطولة. بخروج كريم الآن رسميا الأردن ضمنت وأمنت كأس الهدافين، لأنه علي علوان عنده 4، أقرب واحد هو بركاوي 3. بركاوي تضرب ويخرج، وبالتالي رسميا جائزة الهداف ستكون للنشامة عن طريق علي علوان. هذا هو الحكم ليبيرك، هذا على فكرة عنده ذكريات مع المغاربة. هو دار مباراة أولمبياد باريس الشهيرة المغرب والأرجنتين، 2-1 للمغرب. عدلت الأرجنتين في الوقت الضايع أورتيغا تقريبا بعد ساعتين، رجع وقال الهدف غير شرعي وغير سليم، وثبت فوز الوصول التاريخي في أولمبياد باريس. يومها كان المدرب طارق السكتيبي. مدربين 2 مدربين بطولات، أول مرة في تاريخ كأس العرب الفينال يدور في حضرة مدربين 2 بنفس الجنسية. الكرة ترجع مغربية، هداف المنافسة عدوان في المراوغة، لم يخسر الأردن بعد. تمشي كرة للنشامة عن طريق اللاعب أبو طه، ملعوبة من عرضية، كرة راسية الدفاع. يضغط المنتخب الأردني الآن، سيستفيق النشامة بعد وقت الصدمة والهدف المبالغ. هدف عالمي من طنان. ترجع الكرة عبد الله نصيب. البركاوي يحاول يتغلب على نفسه لكن ما يمكنش. الكرة ترجع لمنتخب الأردن، الكرة الأردنية ونيبالك يقول العب. نيبالك اللي في 23 دار فينال كأس العالم للشباب في الأرجنتين بين الأوروغواي لا سيليستي ومنتخب إيطاليا لا سكوادرا تسورا. وين الكرة؟ ترجع بالراس. المغرب خطورته الآن في المرتدات في التحولات الهجومية.
يبدعون في الكونتر اتاك وتمشي الكرة عن طريق 19 يلعب الكرة لاعب حمزة المساوي لاعب نهضة بركان هذا هو لاعب البركنة يغادر البركاوي من الوسط ورا وسط الميدان عن طريق عامر شاموس لاعب نادي الوحدات الكرة لمنتخب النشامة وقت ما زال ولكن يمر 18 دقيقة لعب في زمن النهائي 1-0 للوصول عن طريق أسامة طنان عبد الله نصيب في وسط الميدان كرة عن طريق أبو نسيك ترجع الكرة لعصام في وسط الميدان تتحط الكرة لمنتخب الأردن يلقى لاعب النشامة الآن في الامتلاك لأبو طه أبو طه والتنقل عرضية والدفاع أقوى دفاع في البطولة منتخب المغرب قبله كان هدف أمام أقوى هجوم الأردن 10 الآن ترجع الكرة وفتيني في وسط الميدان كرة محتارة بين الأحمر والأبيض في الأخير هي حمراء وخضراء امتلاكة الوسط بشراسة من دفاع كرة ممتازة ولكن ناقصة من شرارة ممتاز حريمات يمشي محمد ربيع حط الكرة وسط الملعب يلعب عن طريق السرعة في وسط الملعب بالقصوت اللاعب الرشاوي الكرة في اليمين لمنتخب المغرب 20 دقيقة في فينال الوسيل هل يكون بنفس إثارة نهائي المونديال الهدف الافتتاحي عالمي والكرة تمشي لمنتخب المغرب مروان السعدان يلعب في الدوري السعودي بنادي الفتح وفتيني كرة الوسط يضغط المنتخب الأردني والحكم السويدي يقول فاول يقول خطأ لصاحب الجول أسامة طنان 6 دول حققت البطولة فهل يكون الأردن سابحهم الكأس السابعة لعرب آسيا أم يقترب الأفارقة بلقب الخامس هذا أول فينال ونهائي إفريقي آسيوي من 92 وفوز مصر على السعودية 3-2 هدف وقت القاتل من حسام حسن الكرة تمشي للمنتخب الأردني الدفاع موجود التغطية موجودة وفتيني يواصل الحضور مساوي يواصل الظهور والكرة لمنتخب الأردن أم المغرب تماس أردني إن كان السكتيوي مدرب القاب فإنه جمال السلامي لا يقل إنجازات بطل الشان أيضا مع المغرب بطل الدوري مع الكبير النسر الرجاوي البوكا دافريكا وأيضا وصل وأوصل الأردن إلى المونديال يمشي كورة لمنتخب المغرب انتصر تقريبا الشوط الأول 1-0 1-1 ممكن الآن لمنتخب الأردن يضرب مرضي يطالبون بخطأ ولا كورة كانت من أبو طه يلعب كونتر اتاك المنتخب المغربي ما يعديش الكرة بإصرار الأردن بالروح 1-2 خرجت يسار هسه في الدفاع التغطية موجودة ماذا الدفاع المغربي موجود عن طريق أنس باش ألعب والكرة لمنتخب الأردن إصابة لمرضي انطلاقة من شرارة تطورت الكرة الأردنية في آخر السنوات تنافس في كل البطولات والنتيجة كانت الوصول المونديالي مستحق للنشامة نذكر أنه أول منتخب عربي تأهل إلى المونديال الأمريكي بأبعاده الثلاث المكسيك كندا وأمريكا 22 دقيقة لعب في الشوط الأول إصابة للقائد محمود مرضي 4-0 لصالح جمال السلامي وحضور التعادل في 3 مرات المواجهة الثامنة هل تتزامن مع أول انتصار للسكتيوي في أغلى الألقاب بطولة $7 مليون على فكرة اللقب العربي أكثر في عوائده المالية من كأس أفريقيا الكان وعلى فكرة المنحة المرتقبة لكل لاعب مغربي في وصول اللقب أو في الإنجاز سيكون $200,000
الكرة تمشي من لغة البورصة إلى لغة الميدان، إلى سحر الوسيل، إلى انطلاقة الأردن في الهجوم للتعديل، ولكن صلابة دفاع المغرب وكأنها جينات تكسب لأنه اشتغلوا عليها. نفس نتفرج في المنتخب الرجراجي، نتفرج في المنتخب الأولمبي، في المنتخب الأول، المنتخب المحلي، منتخب الناشئين، وحتى منتخب الفتيات، نفس ستايل، صار ستايل وأسلوب المغربي. الدفاع منظم وقوي، ثم المرتدات بالسرعات والامكانيات الفرديه للخط الامامي للوصول. ولا تمشي سهله للحارس مهدي بن عبيد، حارس الوداد، المدرسه التي اخرجت بادو زكي واخرجت ايضا العملاق ياسين بونو. تاشا كرة وسط الدفاع الى الحارس مهدي بن عبيد. الوقت يمر، 24 دقيقة لعب في الشوط الأول. من كرة يتقدم الوصول وهي قصة وجزئيات وتفاصيل النهايات، من كرة تحسم ومن كرة تلعب، والكرة في الدفاع الأردني. أتوقع أن ينجح النشامة في مونديال أمريكا بعيدا عن الضغوط. سلامات للنعيمات، أحد أفضل لاعبي البطولة يا سن. ترجع الكرة شرارة يتحرك، ولكن كرة طويلة. متى تحرك الشرارة وأوجد حلول إلى علوان ومرضي فإن النشامة سيعودون. محور اللعب هو الآن شرارة أبو رزيق لاعب نادي الرمثة. كرة من مساوي. هل تكون البطولة العربية ثالثة متتالية لعرب افريقيا؟ بدأ المغرب 2012 وكان فاينل بين المغرب وليبيا، والاخيرة كانت في الدوحة في استاد البيت بين الجزائر وتونس وكان اللقب جزائري. ترجع الكرة للمنتخب المغربي، يتقدمون بكرة وسط الميدان. ترجع الكرة عن طريق مساوي، يتقدم حمزة بطل الكونفدرالية مع بركان، خطيرة والبحر على أساره، والكرة ضاعت بعيد على وليد. ترجع للنشامة. الأردن بداية أمل ورحلة هجوم من أجل التعادل في كرة طويلة. المنتخب الأردني يلعب بحماس ولكن عليه أن يلعب بتركيز. شوف هذه مثلا من مرضي الجهة اليسار كانت فارحة، اختار القرار الأصعب. الكرة الطويلة اللي يجنح إليها المنتخب الأردني في آخر دقائق حسب ما انتبه ستكون قرار استراتيجي غالط 1000%، لأن الأسود لن تضرب بالكرات الطويلة. ترجع كرة للأسود ممتازة من مساوي في النصف. تتحط الكرة عن طريق اللاعب مروان سعدان. مروان يلعب لسفيان بورتيني. الدفاع لم يتغير في البطولة من أول مباراة إلى ختامها، والكرة تمشي مغربية. 4 انتصارات للأسود وتعادل. هذه هي حصيلة المواجهات الأردنية المغربية في الفوتبول. أول مواجهة كانت شهيرة في 76 في استاد العباسيين في دمشق، 3-0 في الدوري العربية للمغرب. أما الأخيرة فكانت 4-0 أيضا للمغرب هنا في استاد الريان 2021 في منافسات كأس العرب. الكرة ترجع للمنتخب الأردني أو المغربي في المحاولة بالفعل أخيرا أردنية. يمشي أبو طه ارتباك في الدفاع والكرة برا. ضاعت الكرة على أبو ذهب. الكرة ضاعت على حسام يلعب في الدوري الكويتي. هذا هو أبو ذهب يلعب في نادي السالمية. الكرة الثابتة عنوان والسلاح. الكرة المغربية وهذا المنتخب الذات شهير جدا من الكرة الثابتة. الجمهور الأردني ينتظر ورايات النشامة مرفوعة في كل مكان. الركنية الثالثة للوصول والنتيجة بلغة الأهداف هي زيارة للمرمى مقابل لا شيء. يمشي كرة للمنتخب المغربي. يحاول منتخب المغرب خطيرة فكرتها وفرصتها ولكن غابت فرحتها. ترجع الكرة للوصول، إصرار على التقدم. بوفتيني يرسل كرة سفيان، يمشي المنتخب الأردني في التحول ولكن شوف التغطية طارق حساب السكتيني.
استفاد من المباريات السابقة وطريقة لعب جمال السلامي في خلافة عموتة في المنتخب الأول. نجاح إلى نجاح، المشعل تسلمه جمال على عموتة وزاد في الإنجاز بالوصول التاريخي إلى المونديال. الكرة لمنتخب المغرب عن طريق أنس باش، كرة ممتازة، وصلت الكرة من الجناح عن طريق بلقصوت والركنية وضربة مرمى لمنتخب الأردن. نصف ساعة لعب في الشوط الأول. مباراة تكتيكية، مباراة ما زالت تلعب تحت المطر هنا في ملعب السحر لوسيل. وسجل الساحر طنان أحد أجمل الأهداف في تاريخ ملعب لوسيل. ترجع الكرة وسط الميدان، حريمات يحاول محمد ربيع، يتحكم المغاربة في المسح. الكرة تمشي، حريمات. هذا الفريق حقق الشان مع السكتيوي من 4 شهور. الآن اللقب العربي في النهائي في لوسيل، يتقدمون بهدف من أول 4 دقائق عن طريق أسامة طنان. أول مرة في البطولة الأردن يجد نفسه متأخر في السكور. هذا مهم جدا على مستوى الذهنية، على المستوى البسيكولوجي المعنوي. ولذلك ننتظر كيف ستكون ردة فعل النشامة على هذا المستوى. فريق عنده شخصية، عنده كاريزما، واليوم لإثباتها في مسرح لوسيل المونديالي. ترجع الكرة لمنتخب المغرب. مثل كل النهايات، مباراة يطغى عليها الحساب. الكرة تمشي من الجناح عن طريق بلقصوت يحاول يبعد بلقصوت على اللاعب رقم 19 الروسان في وسط الميدان المغربية. وصلت لمروان سعدان. مروان يلعب كرة طويلة في العمق، فما تسلل. نعم، تسلل ويتصدى يزيد. الإشارة واضحة، تسلل موجود. والكرة لمنتخب الأردن لعب 3 نهائيات عربية، ربح 2 وخسر مرة، بينما المنتخب المغربي لعب 4 فينالات، ربح 3 وخسر مرة. 85 من 40 سنة في الرباط في الدولة العربية السادسة من العراق بهدف باسل جورجيس في الدقيقة 8 في مرمى بادو الزاكي. طبعا أقرن الحسابات بين الدولة العربية وكأس العرب، يعني في كأس العرب هذا النهائي الثاني للوصول والأولاني للنشامة. الكرة أردنية ملعوبة، يسرى عماردي تلعب الكرة من طه، وصلت يسارا. الأردن يتقدم، الأردن التعويض خطيرة، هذه ملعوبة، يخرج الحارس مهدي بن عبيد. محاولة جريئة من منتخب النشامة. هذه كرة بحثا عن علي علوان. نتفق أنه غياب النعيمات مؤثر جدا في الهجوم وثقل الهجوم الأردني. الثقل بمعنى القوة وليس بمعنى أنه بطيء. ترجع الكرة وسط الملعب، كرة لمنتخب الأردن. عدى ثلث التوقيت، ما زالوا الثلثين، 60 دقيقة، ساعة لعب هنا في فينال لوسيل. هل يعود الأردن أم يدعم الوصول؟ والكرة بتعليمات من السلامي، وصلت أردنية. عصام وسط الملعب يلعب كرة مع عبد الله نصيب، وينصيب القمة يا عبد الله. الكرة ممكن يضرب فيها الدفاع، لا، يتأخر في التمرير على اليمين. يمشي شرارة بطيء شوية المنتخب الأردني في نسج عملياته الهجومية. هذا مفهوم. المطر، الملعب يثقل شوية، والمنتخب الأردني مر بمحطات بدنية، معارك ضد العربية السعودية، ضد المنتخب العراقي، قبلها ضد المجموعات الكويت والإمارات ومصر. طريق الأردن الحقيقة كان صعيب برشا، لأنه أقوى المنافسين على البطولة كانوا في طريق الأردن. 33 دقيقة، خطأ من زحزوح، خطأ من أمين زحزوح. ما يعجبك في الجمهور الأردني هذه النظرة التفاؤلية. كان من أحد أفضل الجماهير في المدرجات في البطولة، صنع فارق وسجل أهداف هذا الجمهور الأردني.
تمشي كرة لمنتخب الأردن. الكرة الثابتة عنوان للعودة، الكرة الثابتة أمل للكاس، وشرارة يتكفل بكتابة السيناريو، فمن سيكون له دور الإخراج؟ الكرة طويلة بالرأس ولكن سهلة، كانت من اللاعب 21 اللاعب نزار الرشدان، يلعب في الدوري العراقي مع نادي الزوراء. ترجع الكرة في التماس، تماس للأردن. معظم أهداف الأردن تتحقق في الأشواط الأولى بين 30 و 45، يعني هذا وقتهم، هذه كتابة قصتهم، هذه نجاح حكايتهم في كأس العرب في قطر. ترجع الكرة المنتخب المغربي يحاول الوصول للأطراف، هذه قوة المنتخب المغربي. جاء سيناريو الهدف المبكر، والآن الفريق يحاول يتدبر الأمر، يدبر الأسبقية ويتصرف في الأدفانتج. ترجع الكرة لمنتخب النشام، الكرة ملعوبة، إضاءة الكرة لشرارة، شرارة في رأيه هو الحل البدني الجاهز. شرارة يكسر الثنائية أمام قوة الوسط المغربي. ترجع الكرة بهدوء، حريمات، التحولات باش يخرج على اليمين، بالطبيعة هو رقم 3 باش يتقدم أنس باش أمامه أبو طاهر، يمشي باش، حط الكرة بالقصود باش والتماس، التماس للمنتخب المغربي. الحلم العربي متواصل، تاريخ كأس العرب من 63 في بيروت إلى ما قبل نهائي لوسيل. الأردن هو ثالث الترتيب في الأول تايم تيبل، 55 نقطة لمنتخب الأردن. المغرب خامس عنده 44 نقطة، هذه حسابات الترتيب. الأولاني العراق 64 نقطة، السعودي 56، الأردني 55، المغربي 44 من 5 مشاركات فقط. ترجع كرة مغربية، محاولة والحكم قريب يقول العب وفي خطر، في فاول أردن، في فاول ضد صاحب الجوهر هذا المساء، كاتب الروعة وكاتب روعة الروائع اليوم الطنان. هذه كرات متاع الكبار والكبايرية، هذه كرة ملاعب صناعي وعنده في ساقيه ما يقول أسامة طنان. طنين كورتك يا أسامة ستبقى في ذكريات الوصول. المنتخب المغربي بالهدف تقريب في الكاس الماضي وكان سبب خروجه، هدف الفناك البلايلي كان هدف اسطوري. اليوم ايضا طنان يسجل هدف بنفس المواصفات. ترجع الكرة مرضي، يحاول مرضي، يدخل محمود، التغطية من الدفاع ومفتيني بهدوء كالمة الى التماس. ترجع الكرة اردنية، هذا هو باش، الاردن يهاجم، المغرب منظم والكرة تمشي والتوسيع من اجل ركنية عرضية خطيرة، ياخذ كرة المنتخب الاردني، مش ممكن، صعبة العرضية والكرة برا اوت. محاولة من 17 عصام وضربة مرمى للحارس الودادي مهدي بن عبيد. من شان الله أردن يلا، هكذا يدعون، هكذا ينتظرون، هكذا هم يحلمون من أجل العودة ومن أجل المنافسة فيما بعد على لقب البطولة. بطولة ناجحة بكل المقاييس، تقريبا 1.5 مليون أكثر شوية حضروا أدوار كأس العرب الثانية في الدوحة. أقول الثانية بتنظيم من الفيفا وإقرار من الفيفا واعتراف من الاتحاد الدولي تحت مظلة الفيفا، ولكن هي النسخة رقم 11. العراق من يتسيد 4 كؤوس، السعودية 2، حاليا المغرب 2، ولكن الأردن لم يوافق بعد. ترجع كرة للمنتخب المغربي، خطأ في وسط الميدان، هذا اللاعب بالقصود. الكرة المغربية عبر التاريخ من 70 و80 سنة لشعب يعشق المستديرة ويذوب في كرة القدم،
من أيام بن مبارك النجم في الليغا وفي فرنسا إلى البرانس دو بارك أمير حديقة الأمراء في فرنسا محجوب، إلى قصبي، إلى باموس، إلى فراس أول عربي حقق البالون دور في إفريقيا عام 75، إلى جيلي عزيز ودربالة والتيمومي والداوي المقاتل عبد المجيد الدرمي صاحب 3 ريات، وأيضا القوي مصطفى البياس أو البياس كما أنطقها أنا في وسط الدفاع لاعب الرجاء. هكذا هو التاريخ، مر من هنا كتبته أقدام وسجلته رؤوس ودونته فرق أيضا عبر المسابقات الخارجية. الكرة تمشي من أيام وحوش شمال أفريقيا في عهد الاستعمار الفرنسي، كانت تلعب تونس والجزائر والمغرب. المغرب كان عندها فريق قوي جدا، كان دائما ينافس ويتفوق فريق راسين كازابلانكا. اقرأوا التاريخ لتفهموا الأوضاع. والكرة من وضعية تماس ومن جمهور يريد بطولة أخرى. نعم هكذا هي الأصول، تعيش على الزئير وتعيش للالتهام الكروي في آخر السنوات. المونديال الذي كان على مفارق وغير عقلية الكرة المغربية. يلعبون للثنائية، الحسم الآن صاروا ولكن يتصدى الدفاع الأردني في الدفاع. الكرة ضاعت وتعود مغربية، تلعب الكرة عن طريق بلقصود في هدوء، يلعب يتحكم في الريتم، هو اللي يقوي الريتم وهو اللي يطيح. ترجع الكرة لمنتخب المغرب وسط الملعب عن طريق مروان سعدان إلى البوفتيني من اليمين يلعب الكرة باش، ترجع الكرة لحريمات محمد ربيع، يتقدم المنتخب المغربي. كان عندهم المغرب محمد عزيز أوزوكات، كان يلعب في أولمبي كازابلانكا، هذا الفريق اللي حقق 3 مرات كأس العرب في أوائل التسعينيات. كرة ممتازة 1-2، تمشي الكرة يسار يمين، دخلت الوسط باش ترجع في الكولوار، وصلت للوصول. المغرب يتقدم بهجوم، الكرة من اليساري، يلعب الكرة في الوسط البديل لبركاوي. حريمات القائد من سيرفع كأس العرب، حريمات من جانب المغرب أم ستكون لمرضي محمود من جانب النشامة. قوة مغربية، هجوم من بلقصود، خطيرة من بلقصود، والحكم يقول نو فاول. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول. مباراة الفرصة الواحدة أو شوط الفرصة الواحدة يتقدم به الأسود بهدف رائع من طنان أزارو. وليه وصل كرة خطيرة، يمشي زحزوح، أمين زحزوح خطيرة، والحارس الفرصة مش ممكن كانت كرة القاضية، كانت الضربة القاضية، فرصة مغربية، الوصول من أجل الثنائية وحطها برا. يتصدى الحارس يزيد أبو ليلى، كانت كرة سنترال حتى رجعها من مهاجم، يضرب المغربي خلاص البطولة للوصول، ولكن رائع الدفاع الأردني، يبقي على أمل عصام يا عصام، يبقي الأمل للكبير الأردن من أجل التشبث بأمل والعودة في الشوط الثاني. هذه كرة الكون، شوف الحارس غلطة من ياسين، أبو ليلى يغلط، يضرب كرة طنان مرة أخرى، هو الصمام أمان هذا النهائي، هو المان اوف ذا فاينل لحد اللحظة، ولكن في لحظة ينقض عليه عصام ويقول الأردني يمرض ولا يموت. ترجع الكرة وسط الميدان، تفوق تكتيكي لطارق السكتيري على جمال نافس وحارب المنتخب الأردني بقوة منتخب الأردن، باللياقة البدنية، بالتفوق في الصراعات الثنائية، بالتحولات الهجومية الخطيرة وبالسرعات. يعني هذه هي داوني بالتي هي كانت الداء. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة لمنتخب الأردن، فرصة كبيرة جدا لمنتخب الوصول. رجعت الكرة للنشامة، يلعب كرة طويلة أبو ظهر، طويلة بدنيا، المشوار كان صعب على الأردن، ماهوش الفريق اللي شفناه في المباريات السابقة، طبيعي جدا. 90 دقيقة متاع 120 ضد السعودية، 90 دقيقة متاع العراق كانت صعبة.
صعبة جدا، أصعب حتى من ماتش الصقور الخضر. وبالتالي الفريق يوصل الفاينل بدنيا ماتش كل 3 أيام ماهوش بالأوج لحد الآن. هذه مباراة تكسب ولا تلعب، يلزم بذكاء، يلزم بصنعة، يلزم بإخباث الكرة، ولحد الآن الأسود المتمرسة بهكذا مواعيد وبهكذا ضغوط وبهكذا نهايات يعرفوا يخرجوا صح. لحد الآن هكذا قراءة الشوط الأول، ولكن هناك الشوط الثاني. الكرة ترجع لمنتخب الأردن، اللمحة الهجمة، وشوف مش ماشي الكرة. محمود مرضي مفاتيح الأداء الهجومي للأردن مش في يومه. نتكلم على مرضي وشرارة وعلوان معزول. الكرة للأسود، مروان السعداني، وفتيني يطلب كرة يلقاها، زحزوح، كرة طويلة، دفاع مرتبك اليوم عكس المباريات الماضية. دفاع كان كومباكت قريب لبعضه، فماش مساحات فماش فراغات. اليوم على المغرب شيء ثاني، لأنه يعني الحقيقة أيضا الإمكانيات الفردية عالية جدا في المنتخب المغربي، نقولها يعني بكل أمانة كملحوظة فنية. تحركات، لعب من غير كورة، اللعب في الظهر، دي دوبلومون، الكورة يخرج بها اللاعب ويعطيك الثاني في المساحة الفارغة. الفريق المغربي في كرة ثابتة. من صالح الأردن أن ينتهي الشوط الأول، لأن الشوط الأول ليس منتخب الأردن بحقيقة إمكانياته في هذا الشوط الأول. خسر المعركة بدنيا وتكتيكيا، والكرة تفاصيل والنهايات جزئيات. الهدف المبكر غير كل شيء الحقيقة. أفقد الأردن ثقتها وأعطاه ثقة كبيرة للوصول اللي تتقدم ركنية. شوف في وقت كان ممكن أنه اللاعب نزار الرجداني خلاها ضربة مرمى، ولكن هدية ركنية جديدة لمنتخب المغرب، ركنية للمنتخب المغربي. 45 دقيقة لعب في الشوط الأول. المنتخب الأردني يقود في هذا المشوار العربي أنه تقريبا في كل مباريات سجل هدف مبكر. في أول 10 دقائق ضد السعودية، أول 10 دقائق ضد جزر القمر، أول 10 دقائق أيضا في مباراة الإمارات، وهذا مهم جدا. والكرة تمشي والدفاع يصد. كم سيضيف الحكم 5 دقائق. كرة أخرى، مباراة أخرى، لقاء مازال طويل، 5 دقائق. المطالبة بالتركيز من الجانبين. وربيع حليمات يبدأ هجوم الوصول، تمشي كرة بترجع له. محمد ربيع في الوسط يراوغ، يتقدم المنتخب المغربي. ترجع الكرة، مروان السعداني في وسط الميدان، وفتيني باش. قوة الوصول في هذه البطولة هي خيارات الكوتش سكتين. أقوى فريق استفاد من البنك، أقوى منتخب استغل دكة احتياطه، وكرة خطيرة وضاعت المحاولة. مش ممكن أزارو، مش ممكن وليد قادر الكنترول اللي يعطيه فرصة 2-0. كرة تخرج التماس من الجانب، ستعود أردنية. ترجع كرة منتخب الأردن، يربح وياخذ في الكرات والثنائيات منتخب المغرب. فريق الأردن يخسر معركة الوسط. ترجع كرة للمنتخب الأردني عن طريق الرجدان، نزار يلعب كرة طويلة، ترجع من الدفاع، منس بقية إلى التماس مغربي، إلى التماس المغربي. الشوط يمر، الوقت لا يعود، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من نهاية البيت إلى فينال لوسين، من الخضراء إلى المنتخب المغربي، من سيكون البطل؟ من الخضر إلى نهاية لوسين، من سيطلب اللقب؟ ترجع كرة للمنتخب المغربي، وفي تسلل أو في لمسة يد. ترجع كرة أردنية، آخر الدقائق، دقيقتين ونص تعداو، مازالوا 2.5 أخرين. في لمسة يد بالفعل على المهاجم المغربي. الكرة
تمشي للوسط الأردني بحثا عن طريق. يتقدم المنتخب الأردني بالكرات الطويلة، ما لقاش حل باش يتعدى كثافة وقوة وسط ميدان المغرب، لذلك يلعب الكرة الطويلة والكرة تمشي لمنتخب المغرب. هذه خطيرة، هذه للحسن والركنية، الركنية مغربية. دقيقتين فقط لنهاية الشوط الأول. المنتخب المغربي يلعب كرة من الكورنر. بالماريس كبير برشا لطارق السكتيوي، ربح كاس الكاف مع بركان، فاز بالشان مع المحليين، حقق أول لقب وميدالية أولمبية في تاريخ الرياضات الجماعية العربية، برونزية كرة القدم في باريس. كان أيضا هو طارق هو المدرب السكتي. يحسب للكرة المغربية النجاح بالفكر المحلي. كرة خطيرة بالراس الدفاع الأردني. ترجع الكرة لمنتخب الأسود، يحاولون الدفاع في التغطية. كرة خرجت من شرارة واحدة، شرارة اثنين، والثالثة يسار ولا يمين، حتى في يساره تمشي كرة طويلة مرة أخرى نفس الطريق، والمغربي متفضل. الكرة الثانية ياخذها منتخب الأردن، هي الأخيرة، هي دقيقة 44 أو 49. يمشي بالكرة عن طريق مطاع، هو مطاع على اليمين وحده، على اليمين وحده. شرارة مش في بدنيا، ماهوش في الفورمة بدنيا، لاعب موتر جدا ومهم جدا شرارة. التماس أردن والثواني لصالح المغرب، والأخيرة من منتخب النشانة. هل يفعلونها في الخواتيم؟ الكرة تمشي بالرجلين، 30 ثانية للفينال هنا في الشوط الأول والجزء الأول من نهائي النصيب. عبد الله نصيب، عبد الله تنتهي الكرة، شرارة يمشي بالكرة، توصل المنتخب المغربي دفاعه صعب جدا المرور أمام الأسود. الكرة ترجع من أبو ظهر، واحدة الثانية في الوسط، تنتهي الكرة مرة أخرى للمنتخب الأردني عن طريق اللاعب رقم 20 أبو طاهر، والآن كرة لمرضي، يمشي القائد مرضي يوزع كرة بالكرات العالية، خطيرة الآن، خطيرة وسط الميدان في منطقة الجزاء، مرت سلامات. المنتخب الأردني يحاول ولكن بدنيا المغرب أقوى. ونهاية الشوط الأول، وهنا التفاصيل وهنا الجزئيات وهنا الأردني ديما مغرب، ديما مغرب. الجزء الأول المغربي 1-0 اثنان. جول في الدقيقة 4. كاس المغرب تقدم بالوصول في نصف المشوار. كاس كيبقى مغربي إن شاء الله. محمد سعدون الكواري، شوط تكتيكي، صراع بدني، تفوق به السكتيوي بانتظار الختم والحسم في الشوط الثاني. ناخذوا الليلة الذهبية، ناخذوا الليلة إن شاء الله.